الناس كلها هتكلمك عن ازاي تسافر بأقل تكلفة والتطوع، بس محدش هيقولك عن عيوب التطوع. قولولي الأول عاملين ايه؟ في الفيديو ده هتعرف عيوب التطوع اللي محدش هيقولك عليها، هل أنا فعلا استفدت من رحلتي كمتطوعة لإندونيسيا وهل هي كانت مستاهلة ولا لأ، وازاي تختار الرحلة المناسبة ليك بطريقة عملية. بسم الله. عيوب التطوع. خلونا نقسم عيوب التطوع لثلاث حاجات: مادية، سلوكية، نفسية. عيب التطوع من الناحية المادية، زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، التطوع بيشمل حاجات كتير منها الوجبات والخروجات والإقامة وكل ده، بس من الحاجات اللي هي مش شاملاها الفيزا وتذكرة الطيران. هل في مخرج للعيب ده؟ أنا هقول لكم دلوقتي. اول حاجه، ازاي اخفض تكلفه تذكره الطيران؟ بحاجتين. حاجه ان انتوا تحاولوا تحجزوا ميعاد تذكره الطيران ان هي تكون قبل ميعاد التطوع باكتر من 6 شهور. اشمعنى 6 شهور؟ استيميشن، مش لازم 6 شهور بالظبط، بس كل ما تحجزوا تذكره الطيران بدري عن ميعادها كل ما بتبقى ارخص بكتير جدا. تاني حاجه بتميك سنس بس مش بتيجي في بال ناس كتير، انا اختار بلد قريبه لمصر، مثلا ممكن اختار الجزائر، لما المسافه بتقرب كل ما بتبقى ارخص. تاني حاجة ان انتوا لو رايحين بلد سياحية زي باريس وفيينا تتجنبوا اوقات المواسم، رمضان، عن العيد، عن الهالوين، عن الكريسماس، الكلام ده كله بعيدوا عنه تماما، روحوا في ايام عادية. فوفروا على نفسكم بان انتوا تكونوا عارفين خطتكم بدري، ده هيوفر عليكم كتير. تريك مفيش ناس كتير تعرفها ولا مرة شفتها على النت، ان انتوا وانتوا رايحين بلد عايزين فعلا توفروا في تذكرة الطيران تشوفوا الطيران الرسمي للبلد اللي انتوا رايحينها. يعني مثلا لو انتوا رايحين دبي بتشوفوا اميريتس ايرلاينز، لو انتوا رايحين مصر بتشوفوا ايجيبت ايرلاينز، بتشوفوا الطيران الرسمي ده. بيبقى نوع من انواع السياحة للبلد ان هما بيرخصوا الطيران اللي جاي لهم، فانتوا تقدروا تستخدموا الميزة دي حتى لو انتوا رايحين ترانزيت. شوفوا الترانزيت بتاعكم هيبقى في بلد ايه وشوفوا الاوفيشال ايرلاينز ليها، غالبا بتلاقوا بيبقى ارخص ما عدا طبعا لو في اوقات مواسم. كان بالنسبة لي عندي 2 ترانزيت، واحد منهم كان في دبي، ارخص طيران لقيته على النت كله كان دبي ايرلاينز، كانت ارخص تذكره طيران موجوده على النت كله. تاني حاجه، اختياركم لشركه الطيران. ازاي اختار ارخص طياره للبلد اللي انا رايحاها؟ مش هقول لكم سكاي سكانر والكلام ده. لو تذكره الطيران للبلد اللي انا رايحاها غاليه اعمل ايه؟ بتدوروا على كل شركات الطيران وما تتسرعوش في ان انتوا تحجزوا مع حاجه معينه. ادخلوا على شركه من شركات الطيران واقعدوا دوروا واكتبوا في السيرش مثلا cheapest flight from كذا لكذا. لو انا مثلا رايحه من ايجيبت لاندونيسيا تدوروا لو في برومو كود لشركه الطيران اللي انتوا هتحجزوا معاها. من الاخر اعتبروا ان انتوا بتعملوا شوبينج وعمالين تدوروا على احسن اوفر ليكم، فما تتسرعوش. وطبعا تخلوا بالكم من موضوع الشنطه، شوفوا الشنطه بتاعتكم هيبقى اقصى حاجه ليها كام كيلو، ما تعدوش الكيلوهات دي الا هتدفعوا عليها زياده. تاني حاجه الفيزا. ازاي نوفر في الفيزا؟ ان انتوا بيزيكلي تروحوا بلد ملهاش فيزا. وانتوا وفرتوا في تذكرة الطيران ورايحين بلد من غير فيزا، انتوا فعلا مش هتصرفوا حاجة غير تذكرة الطيران. انتوا متخيلين يعني مفيش باكت ماني، مفيش فيزا، تذكرة الطيران وفرنا فيها بالتبس اللي فاتت، فاي خدمة. تاني حاجة الجانب السلوكي. زي ايه؟ انت بتشوف انت شخص مسؤول ولا لا. هحكي لكم، انا وانا هناك جالي حساسية وكنت تعبانة جدا، بس يومها كان فيه شغل فاضطريت ان انا وانا تعبانة اروح الشغل. ايه الايفكتس اللي بتحصل دي؟ عشان في الاخر التطوع ده منفعه للطرفين، هما بالنسبه لهم عايزين التبادل الثقافي والمهاره اللي انت رايح تديها لهم، وانت بتاخد اقامه وبتاخد اكل وبتاخد مميزات للسفر. فما ينفعش ان هما يكونوا لسه مديني المميزات بتاعتي اللي هي الاكل والاقامه وانا مش مديه لهم الشغل اللي عليا. من الاخر انت محتاج ان انت فعلا تكون شخص مسؤول. هما اللي قدروا يقدموه لي يومها ما اخروا لي شويه الحصص بتاعتي، بس غير كده هما ما قدروش يلغوا الشغل، فالحمد لله بقيت كويسه. ثالث واخر حاجه، ان لو حد ضايقكم في الشغل ازاي تقدروا تتعاملوا بطريقه بروفيشنال. في الناحيه النفسيه، لو انتم من النوع الناس اللي ما بتعرفش تقعد لوحدها، فانتم بتبقوا مع الجروب في وقت الشغل، وقت الخروجات، وقت الاكل ممكن بيبقى بالاتفاق، ممكن هم يجيبوا لكم الاكل بتاعكم وممكن تطلعوا تخرجوا بره. برضه لو انت شخص مش سهل ان هو يروح يتعرف على الناس، فدي هتبقى ميزه وعيب بالنسبه لك. انت هناك عشان تتعرف على ثقافه جديده وعشان تستمتع بوقتك وتستفيد اقصى استفاده، محتاج ان انت اللي تروح تتعرف على الناس، ولو حد اتعرف عليك يبقى الموضوع سلس ما بينكم، اللي هي من الاخر المهارات الاجتماعيه. الحمد لله خلصنا عيوب التطوع. الصراحة وفي حاجات تانية طبعا، بما اني رحت كمدرسة فاستفدت خبرة تدريس، تكون خبرة ليا كويسة في السي في بتاعي ان انا اكون اشتغلت بطريقة فعلية في مدرسة. ده غير طبعا ان هو طور لي جدا البرزنتيشن سكيلز والبروبلم سولفينج سكيل، ودي ممكن تكون مش متوقعة، بس انا هقول لكم ليه. نظام التدريس ما كانش واضح، كنت ببقى كل اللي انا عارفاه انا هشتغل كام حصة في اليوم، فانا كنت بسألهم قبل كل كلاس هم بيحبوا الحركة ولا لا، ومستواهم في الانجليش ايه.
يعني هديكم مثال عشان تفهموا ايه علاقه ده بالبروبلم سولفينج. لو انا عندي دلوقتي داخله الكلاس ده قالوا لي ان هو مايل للهدوء اكتر ومستواه بيزك، فانا الكلاس ده هعمل معاه اكتيفيتيز وهم قاعدين اكتر وهيبقى فيها تفكير وزي تعبير عن النفس. الكلاس ده مثلا بيتحركوا اكتر بس هم مستواهم في الانجليش فلوينت، خلي الاكتيفيتيز يكون فيها حركه اكتر ويكون مستوى الانجليش اعلى باكتيفيتيز وفوكاب مختلفه تماما عن الفصل الاول. فكان احيانا الموضوع بيوصل لان انا بعرف الديتيلز دي كلها قبل الكلاس بتاعي ب5 دقايق. 5 دقايق وهنخلصه بس بقى. استفدت صناعة محتوى زي اللي انتوا شايفينه دلوقتي. حاجة ممكن تكون متوقعة قوي وهي العلاقات، بس هي فعلا فرقت معايا قوي ان انا اعرف مهاراتي الاجتماعية وان انا اقدر اتعرف عليهم واستفيد منهم في حاجات. رابع حاجة وهي حاجة غير متوقعة تماما، وهي ان انتوا احيانا في ناس بتفكر ان هي عايزة تتطوع كفرصة للشغل، ان هي تستكشف المكان. وعايزة اقول لكم ان دي واحدة من الحاجات اللي حصلت معايا الحمد لله، ان انا وانا ماشية من هناك لما قابلت مستر محمود مدير المدرسة فتح لي فرصة للشغل هناك. هوري لكم ايه اللي حصل بالظبط في اخر فلوج في المدرسة. ودلوقتي لو عندكم اي اسئلة اكتبوا لي في الكومنتس.